تخيل إن عندك مشكلة مادية كبيرة وعندك صديق غني جدا جدا جدا، وانت متأكد لو طلبت منه مساعدة مش هيتأخر عليك. هتفكر كتير قبل ما تطلب منه المساعدة. تفتكر ايه اللي ممكن يمنعك تلجأ لصديقك الأغنى والأكرم والأقرب ليك؟ طب تخيل انك عديت الأزمة دي بعد ما بهدلتك وصديقك سألك انت ليه مرضتش تلجأ لي. أكيد هيزعل، صح؟ لأن دي رسالة واضحة منك إن علاقتكم مش قوية لدرجة إنك تلجأ له في وقت الأزمة. كتير بسأل نفسي، هو أنا إزاي المفروض أعدي كل التحديات دي لوحدي؟ إزاي المفروض أنجح في اختبار الحياة القاسي ده لوحدي؟ إزاي مفيش حاجة تساعدني؟ أنا محتاج حد يكلمني، حد يقول لي أعمل إيه، حد يهون عليا ويطمني أنا ماشي صح ولا غلط. الحقيقة إننا عمرنا ما كنا لوحدنا. أنت عندك قوة خارقة تساعدك على كل التحديات، اسمها الدعاء. خلينا نتفق إن الدعاء مش مجرد عبادة عادية، ده خلاصة كل العبادات. إحنا بنصلي عشان نسجد وندعي، بنصوم عشان نستنى ساعة الفطار وندعي، بنقوم العشر الأواخر من رمضان عشان ندعي، بنستنى ساعة الإجابة يوم الجمعة عشان ندعي، بنطلع الحج عشان نطلع على جبل الرحمة وندعي، وعشان الدعاء في عرفات ومزدلفة. وحتى لما بنطلع صدقة واحنا بنطلعها واحنا بنطلب من ربنا، يعني بندعي. يعني هتلاقي في المحصلة كل سعيك في الطاعة بيدور حول الدعاء. بس دقيقة، طب ما انا بدعي على فكرة ومفيش حاجة بتحصل. انا عايزك تتخيل انك لوحدك في البيت وشايف من الشباك حرامية مسلحين داخلين يسرقوا البيت. انت دلوقتي هتطلب رقم النجدة عشان تساعدك. هتقول لهم ايه وأدائك هيكون ازاي؟ هتقول اكيد كاميرات المراقبة عندهم وهم شايفين اللي بيحصل، ولا هتقعد تسألهم ليه ده بيحصل معاك؟ ولا هتعتمد على قوة أجهزة الإنذار اللي عندك؟ ولا هتقول أرجوك ساعدني، أنا بضيع من غيرك، أنت أملي الوحيد في النجاة، أرجوك الحقني؟ وهتكون فعلا صادق في طلب المساعدة بكل خلية في جسمك. المسألة إنك في الوقت ده عندك اعتقاد كامل إن مفيش حاجة ممكن تنقذك في الأزمة اللي أنت فيها دي إلا النجدة. طب لو اتأخرت النجدة هتقول خلاص أنا طلبتهم وهم أكيد عارفين، وأنا طلبت كذا مرة، هيفيد بإيه؟ كده مفيش حاجة هتحصل. هتستسلم ولا هتطلبهم تاني وتالت، وكل مرة هتبقى أشد توسلا وحرص على طلب المساعدة لأنك عارف إن محدش هينفعك في الموقف ده غيرهم. حتى لو كنت مش مواطن مثالي بس برضو هتطلب النجدة بكل إصرار، صح ولا لأ؟ هو ده اللي المفروض يكون عليه هيئة الدعاء، بالصدق ده وبالإلحاح ده وبالإخلاص وباليقين ده. وده عشان يحصل لازم نفهم قيمة وأهمية الدعاء. عايز تعرف نعمة ربنا علينا في الدعاء؟ عايزك تتخيل اختبار الحياة ده لو ما كانش فيه إتاحية للدعاء. تخيل لو كان الاختبار بيقول تعامل مع المتاح، مفيش داعي انك تدعي لأن اللي هيحصل هيحصل. الحياة عبارة عن أقدار مكتوبة ومش هيحصل فيها تغيير. كان هيبقى امتحان صعب جدا، صح؟ إن ربنا يفتح لنا باب الدعاء ده في حد ذاته رحمة كبيرة جدا، باب إنك تتسمع. الدعاء هو الاتصال المباشر بينك وبين ربنا، هو إعلانك الصريح يا رب ماليش غيرك، هو التطبيق العملي للا إله معبود بحق إلا الله، لا مهيمن على هذا العالم إلا الله، الكون ده ملوش صاحب ولا مدبر غيرك يا رب، مفيش حاجة فوقه ومفيش حاجة بعده. هنا بيكون ربنا بينك وبين كل حاجة انت عايزها أو مش عايزها تحصل. بيكون التعامل بينك وبين ربنا والعالم كله في الخلفية، انت قلبك ملكه وبتطلب من ملكه ان يكون لك وسيلة وصول للوحيد القادر على تغيير العالم ده، لصاحب الكون الوحيد والحقيقي. دي نعمة كبيرة جدا بس احنا مش مستوعبينها. وعلى قد ما نعمة الدعاء دي في حد ذاتها كبيرة وشرف، على قد ما هي باب لخزائن كل النعم في الدنيا والآخرة. بقول لحضرتك انت بتتكلم مع الخالق والإله الوحيد لكل اللي انت شايفه ده. يعني لو دعيت بشيء من قلبك وما حصلش، تأكد ان ربنا هيوريك بعينك في يوم من الأيام انه ما كانش في مصلحتك، عشان ربنا يثبت قلبك وإيمانك بيه ويوريك انه كان سمعك وكان بيدبر لك أحسن من اللي انت كنت بتتمناه. سيدنا يونس اجتمعت الأسباب كلها على هلاكه. لا يوجد سبب واحد على وجه الأرض يعمل لصالحه أو يدي إمكانية في نجاته. لو كان سيدنا يونس أغنى وأقوى رجل على وجه الأرض ما كانش هيقدر ينقذ نفسه من الغرق ولا لساعات، وأي حد مكانه كان استسلم للموت. سيدنا يونس حط كل الأسباب دي ورا ظهره وتوجه إلى مسبب الأسباب، فأصبح الليل والبحر والحوت أسباب نجاته. أصلا أنت مش واخد بالك. أنا عايزك تتخيل الوضع لو كان سيدنا يونس أول ما ألقوه من السفينة نزل في البحر على طول، أكيد كان مات في ساعتها، صح؟ لكن لما بلعوا الحوت، إحنا بقت مشكلتنا إنه في بطن الحوت،
كأنه كان قبلها في أمان. أصل احنا كتير ما بناخدش بالنا إن المشكلة اللي احنا فيها هي بطن الحوت اللي أنقذنا من الغرق. بطن الحوت وظلمة بطن الحوت هي كانت غواصة الأمان اللي أنقذت سيدنا يونس من ظلمة أكبر، وهي البحر والغرق. ربنا بيقول: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. حتى النبي ما نجاهوش غير الدعاء، وبالمناسبة ده الدعاء اللي بيستجاب فورا ولا يرد أبدا. دعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا بيقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وشوف كلمة وكذلك ننجي المؤمنين، يعني الدعاء مش بس لسيدنا يونس، ده وعد لنا كلنا. لو دعيت بنفس الصدق والإلحاح ربنا ينجيك من أي أزمة في حياتك. العلماء بيقولوا إننا في اختبار الدنيا دي في نفس الضيق اللي كان فيه سيدنا يونس في بطن الحوت. سيدنا يونس كان في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فقالوا إن ظلمة المستقبل كظلمة الليل، وفتن الدنيا كظلمة البحر، وأهواء النفس أشد تقلبا من الحوت في البحر. عشان كده قالوا إن الدعاء ده في شفرة نجاة الإنسان في الدنيا. فقالوا إننا المفروض نتوجه إلى الله فيما يخص المستقبل بلا إله إلا أنت رب الكون والمستقبل كله بإيدك، وفيما يخص الدنيا وفتنها بكلمة سبحانك أنت أعلى وأجل في قلوبنا من الدنيا وما فيها، وإلى نفسك وأهوائها بإني كنت من الظالمين. أنا لا أستحق ولكنك يا رب كريم وأكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في سورة الأنبياء ربنا حط قدامنا نماذج لأعظم البشر، رغم مكانتهم العالية مواقفهم الصعبة ما كانتش تتحل غير بالدعاء. حتى الأنبياء محتاجين للدعاء. سيدنا إبراهيم قوموا قرروا يحرقوه حي، وبرضه ما كانش فيه أي سبب من أسباب الدنيا ممكن ينقذه. تخيل كده النار مشتعلة بعلو 5 أدوار، لما كان بيعدي طير من السماء كان بيموت من قوتها. تعرف لما تشوف مخزن والع والنار طالعة أدوار بتاكل في بعض بقوة وشكلها المفزع والمشهد المرعب ده، ربنا قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عندما يتدخل ربنا في المشهد ما تسألش عن الأسباب، وده بالظبط اللي ربنا عايزنا نفهمه من الواقعة دي، إن ربنا بإيده يسبب الأسباب أو يعطلها، وقدر يحول نفس أسباب الهم لأسباب فرج. ربنا ادانا مثال تاني وهو سيدنا زكريا، وكان كبير في السن وما عندوش أمل يخلف، والذرية دي أحلى نعمة في الدنيا. وبرضه بحسبة الدنيا والأسباب سيدنا زكريا كان مستحيل يخلف، كبير جدا ومراته عجزت، ولكن لما لجأ لربنا وقال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا رزقه بسيدنا يحيى. حط بقى الأسباب دي كلها على جنب، حط إزاي وإمتى وأنهي طريقة، وحط علامات الاستفهام دي كلها على جنب لما ربنا بيريد. وخلي بالك من حاجة مهمة، مش بس كانوا بيدعوا، ربنا وصفهم وقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الدعاء محتاج يقين وسعي، إنك تعمل خير وتكون قريب من ربنا عشان تستحق الإجابة. في قصة سيدنا أيوب بعد ما تمكن منه المرض وما بقاش فاضل فيه غير لسانه وقلبه، وهو بيقول: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كم واحد مننا ما بقاش فاضل فيه غير لسانه وقلبه؟ قول: ربي إني مسني الضر، عشان ربنا يعوض عليك ويعطيك ويرضيك زي ما أعطى سيدنا أيوب بعد ما عجزت كل الأسباب عن شفائه. طيب إزاي نبدأ؟ اديني جزء من روتينك اليومي، خليه بينك وبين ربنا، كلمه، اشكره، احمده، اطلب منه، طمن قلبك بالكلام معاه، واتفرج على الاختلاف اللي هيحصل في حياتك. الصلاة الخط اللي بيتفتح 5 مرات في اليوم عشان الناس تخش تسجل طلباتها عليه. السجود والقرب والطمأنينة، روح زي ما انت، قرب وادعي واطلب، حتى لو شايف نفسك بعيد ومقصر، انت غرقان في نعمه. اطلب وقرب وما تبعدش. رمضان وموسم العتق والبدايات الجديدة، وده الوقت اللي ربنا بيفتح فيه أبواب السماء لاستجابة الدعاء. طول النهار وانت صايم، وساعة الفطار، وبالليل في القيام، والعشر الأواخر، وليلة القدر. رمضان حيث تحقق الأمنيات وتحدث المعجزات. يكفيك شرف إن ربنا قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في تشريف من ربنا لأصحاب الذكر والدعاء. الدعاء هو إعلان ثقتك الكاملة بربنا. ربنا بيقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. آمن بالله يعني ثق بالله، تأكد إنه هيدبر أمرك. دعيت، رفعت أمرك للشأن الإلهي، ثق في الله إنه هيدبر لك الأمر. ادعي وثق وسترى الفرق. ربنا بيقول: قلنا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وعبر عن الإيمان والعبادة كلها بلفظ الدعاء. ما تستهونش بالدعاء، خلي جملتك المفضلة طول الوقت: يا رب خلينا نغير وجه الأرض بالسعي والدعاء. لو الحلقة دي لمست قلبك شاركها مع اللي تحبهم، يمكن تكون سبب في إنهم يبتدوا يدعوا وتاخد أجر كل دعوة بتطلع منهم. خلينا ننشر الخير وربنا كريم.